السلام عليكم. جيتكم اليوم بفيديو مال خياطة يلبس 3 سنوات. هاي القطعة نص مترة، خيطت دشداش صاحبة هاي البنية وزادت منها نص مترة، سويتها بدلة بثواب السيدة رقية. وياها اللي يحب السيدة رقية يخلي لي لايك واشتراك يا الله. وهسه بديت أخيط الرقبة. بديت بالبدلة خيط الرقبة. وإذا عجبكم هذا الفيديو كتبولي حتى إنه بخليه بقناتي خياط، أدمج وياها خياط وطبخ كنس، منوعة. قناة أم بنين، لا تنسوني. هاي هسه بعد ما خيطت الرقبة سويت ثلمات بالشريط تغليفة الرقبة حتى ما تبوط. أخلي هاي الثلمات الناعمة بس ما تعدل الخياط، وراح أقلبها. شوفوا شلون أثنيها حتى ما تبين، تصير تنظيفة حلوة وما تبين. هاي القلبة مالت الرقبة. البنات الصغار هسه حتى إذا عندك مثلا دشداشة قديمة تقدرين تخربينها وتفصلينها وتسوين بيها بدلة فستان. تجربين تحاولين حتى تشوفين روحك تقدرين تخيطين. ترى الخياط كلش حلو، فن. الخياط فن، مو شلون ما كان. تعتبرين روحك فنانة، تتفننين بالقطعة. هسه أنا هاي قطعة صغيرة قلت خل أسويها بدلة، ليش تروح حرامات. هاي من الخلف، الرقبة من الخلف سويت الأمام، وهاي الرقبة من الخلف. أخيط لها التغليفة عدل، أرتبها بحيث ما تبين. والقماش الزايدة أقصه. شوفيها شوفي شلون صارت حلوة. أنا بطبق الكتف على الكتف، الأمام والخلف. مالت الأمام والظهر أطبق الكتف على الكتف. هاي أطبقها ونبردها مرة ثانية حتى ما تنفتق. طبعا أنا خياطي ملابسي وملابس بناتي أنا أخيطهم، ماكينتي ببيتي وأخيط ملابسنا. كنت متعذبة من أودي قماشي للخياطات شهر وشهرين وما يخلص. أنا بيومين أخلص الدشداشة بيوم واحد. هسه هاي البدلة ما كلفتني ربع ساعة. خلي لها دالتين بالصدر. جهال تحب الدالتين، تحب الشغلات التلمع، تحب الفيونكة. أقص الدالتين على طول الصدر وأثبته بحيث يصير الدالتين هاي الصفحة مقابل الصفحة الثانية. هاي خيطها أدقها دربين حتى ما تنفتق. طبعا أنا خياطي كله أدقه دربين
ما أحب الملابس تنفتق. إنه بجي أربط الردان على الصدر، على الكتف، كتف على كتف، من هنا لمن أوصل للأبط. أدورها من الصفحة الثانية، من صفحة الظهر، هم نفس الشي من الكتف، وأنزل بيها، أنزل بيها من هنا لمن أوصل نهاية القصة مالت الردن. ها شوفي حد هنا، من هنا لمن أنهيها. وأسوي الردن الثانية هم أخلي الردن على الكتف، كتف على الكتف، وأنزل بيها من هنا للأبط، بحيث حتى تصير مساواية، لا زايدة ولا ناقصة من الصفحتين، من هنا للأبط أنهيها، حتى الزايد ناقص يظل بالأبط عادي، ما يخربط الملابس. من هنا للأبط أنهيها. هاي حدها. إنه بجيب التنورة ألزقها على الصدر من الوسط، أبدي بيها من الوسط، من وسط الصدر، أسوي لي كسرة ناعمة، ألزق التنورة على البدن، على الصدر، على صدر البدلة. هاي هي خيطتها. إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، وكتبوا لي حتى إنه إذا صار عندي خياط أصور لكم، أصوره من التفصيل. هسه أنا هاي فصلتها وأنا قاعدة ما لحقت أصورها بسرعة، جت ببالي هاي النص متر ليش تبقى هيك قطعة تروح حرامات، خلي أسويها بدلة. سويتها بدلة. هاي ألزق الظهر على التنورة مالت الظهر، أخلي لها كسرة ناعمة، إذا بيها زايد أخلي لها كسرة، وإذا ما بيها زايد ما أخلي لها، فهي صارت حد وحد. لا تنسوني باللايك والاشتراك. هسه طبقت الردن وراح أخيطها، طبقت الردن الأمام على الخلف، والبدن الحزام مقابل الخياط الأمام مقابل الخياط الخلف، بحيث لا صاعدة ولا نازلة يصير الحزام. ومن هاي التنورة من هنا وانزل بيها. نزلت بيها من هنا لمن ختمتها. إنه بهاي الردن الثانية هم أبديها منها بالردن، الأبط على الأبط، خياط الأبط على الأبط، الخياطة اثنين هن متقابلات. أسوي لها تخصيرة، والحزام الأمامية مقابل الحزام الخلف، لمن أوصل بيها للنهاية. خلي لها منها هذا البلك. طبعا أنا ما خيط البلك، بس هاي شي بدلة. البلك يخرب الجوزة مالت الماكينة،
هذا عندي بولك، قلت خليني أخليه إلها. جهال تحب البولاك وتحب الشغلات الترمش تلصف. طبعا ما تمشي بيه الماكينة، هاي قوة تمشي بيه الماكينة. أنا من أخيط هذا الكيبورد والبلك يكسر الأبر عندي، بس هاي صلوات على محمد بثواب السيدة رقية ما انكسرت الأبرة إن شاء الله، ثوابها واصل. أرد عليها حتى ما تنفتك. هسه قالوا لي شنو رأيكم؟ كل واحد يحب السيدة رقية ويطلب منها مراد، وأنا هاي مسويتها بثواب السيدة رقية. إن شاء الله تحطوا لي اللايك والاشتراك وتقولوا لي شنو رأيكم. حطوا لي لايك لا تنسون. طبعا هسه هاي البدلة ما كلفتني ربع ساعة، افصالها وخياطها. قولوا لي إذا حبيتوها، اشتركوا بقناتي.